بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيديو جديد كورة كل يوم مع مؤمن، وأخبار جديدة عن نادي الزمالك. فوز الزمالك في مباراة طلائع الجيش فوز مهم من ناحية بس تحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري. صراحة يعني الزمالك موجود في ترتيب ما يصحش أبدا يكون موجود فيه. نسبة وصولنا لغاية المركز الثالث نسبة تتعدى 90%. الفريق وهو مش أحسن حاجة، وغايب عنه 4 لاعبين منهم 3 أساسيين في الفريق بشكل كامل، ومع ذلك بنقدر نكسب، ودي نقطة مهمة ومهمة للغاية. الزمالك برغم الغيابات، رغم الإصابات، رغم الانتدابات الخاصة بالمنتخب الأولمبي لسه ماشي ولسه بيكسب ولسه بيطلع لعيبة من قطاع الناشئين هيكون ليهم مستقبل جيد جدا جدا جدا، سواء محمد السيد في المباراة السابقة ماتش الإسماعيلي أو حازم أسامة في مباراة طلائع الجيش. استمتعوا بالزمالك بدون اي ضغوط، استمتعوا بالزمالك بدون حرقه الدم بتاعه ال3 نقط، استمتعوا بالزمالك وهو بيلعب كوره للكوره وبس. الاداء عجبكم سقفوا وافرحوا، الاداء ما عجبكمش وكسبنا برضه افرحوا، مفيش اي مشكله، لان اللي بيتعمل النهارده هيكون ليه ثمار كبيره جدا جدا في الموسم اللي جاي. اول قرار من جوميز عقب المباراه. في اول قرار من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق عقب الفوز على فريق طلائع الجيش، قرر جوميز منح اللاعبين راحه سلبيه يوم الجمعه من التدريبات الجماعيه على ان يستأنف الفريق تدريباته بشكل طبيعي يوم السبت استعدادا للمباراه القادمه. المباراه التي ستكون مساء الاثنين القادم ضمن مؤجلات الاسبوع ال17 من عمر مسابقه الدوري العام امام بلديه المحله. اول تعليق من جوميز عقب الفوز على طلائع الجيش وسبب عدم اعلان قائمه المباراه. علق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني نادي الزمالك على مباراة الزمالك وطلائع الجيش، المباراة اللي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف. جوميز وبكلمات واضحة أكد أن الزمالك لم يكن يستحق التقدم في الشوط الأول، لأنه بالفعل لم يلعب بالطريقة الصحيحة التي كنا نتمناها. عملنا على تصحيح الأوضاع في الشوط الثاني وهو ما تم في الشوط الثاني، وعملنا على تصحيح الأخطاء وسنعمل على تصحيح المزيد من الأخطاء في المباريات القادمة. وعن فكرة عدم إعلان قائمة الفريق قبل اللقاء أكد أنه شيء غير هام. لماذا لا نعلن عن القائمة ونكون أخبارنا في كل مكان؟ لازم نقفل على نفسنا شوية، مش كل شوية أخبارنا تبقى معروفة، ومش مهم إعلان القائمة، الناس هتعرف التشكيل لما نيجي نلعب المباراة. حلوة الفكرة، حلوة الفكرة بجد، لأن الأخ اللي عامل فيها إن هو ليه مصدر جوه الجهاز الفني وبيقول التشكيل قبلها بيوم، بيقوله من خلال القائمة. هات اي عيل صغير زملكاوي عنده 7 8 سنين وقول له القايمه بتاعه الماتش وقول له حط لي تشكيل كده، بنسبه 90% التشكيل اللي هو هيحطه هيكون صحيح. هي مش فزلكه يعني من الاخ اياه، ولكن في النهايه حلوه الحركه من جوميز. موقف نبيل عماد دونجا من الرحيل. ارتبط اسم نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط نادي الزمالك وفقا لعدد من التقارير الصحفيه والاعلاميه بالعديد من الانديه الخليجيه، وذلك للانتقال الى اي منهم في نافذه الانتقالات الصيفيه القادمه، على الرغم من تألقه مع نادي الزمالك وترشيحه للتواجد في صفوف المنتخب. جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك متمسك جدا جدا بدونجا ويعتبره احد الاعمده الرئيسيه والاساسيه في الفريق. الامر اللي شايفاه برضه اداره نادي الزمالك وعلى راسها المشرف على الكره احمد سليمان، واللي شايف ان مفيش بدايل كتيره في الدوري سواء محليا او اجانب لنبيل عماد دونجا، طبعا بالاضافه لمحمد شحاته واللي تم انتقاله لنادي الزمالك بشكل نهائي بجانب زياد كمال. من الاخر كده نبيل عماد دونجا حتى لو جات له عروض رسميه مش هيمشي من الزمالك السنه دي. الزمالك يعرض هذه الاسماء على جوزيه جوميز. اداره نادي الزمالك عرضت 3 اسماء على جوزيه جوميز لدعم خط دفاع الفريق بدايه من الموسم المقبل، سواء باختيار لاعب او 2 من ضمن ال3 اسماء. 3 اسماء هم احمد حسام مدافع الجونه، احمد كايوشا مدافع انبي، محمد اسماعيل مدافع زد، وده عشان يختار زي ما قلت لحضراتكم كده منهم اسم او 2 للتعاقد معاه مع فتره الانتقالات الصيفيه القادمه لدعم دفاع الفريق. اول تعليق من احمد شوبير. في اول تعليق رسمي من احمد شوبير على قرار الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه ايقاف برنامجه والتمهيد لنهايه التعاقد معه. خرج احمد شوبير عبر تصريحاته للتعليق على القرار الاخير الصادر ضده. شوبير تحدث انه ملتزم بقرار الشركه المتحده، لن يعمل في اي منبر اعلامي اخر خارج مصر، مؤكدا انه سبق
وطلب الرحيل عن القناة منذ شهرين. تابع أنه سوف يعتبر القرار فرصة لالتقاط الأنفاس، خاصة وأنه يعمل في الإعلام منذ 28 عام. وتحدث متحديا أهلا بالشامتين والحاقدين وأعداء النجاح. كما نفى الشوبير في ختام تصريحاته أي علاقة له بوفاة اللاعب أحمد رفعت، مؤكدا أنه فتح الملف بشجاعة وغير مختبئ. شجاعة شجاعة فعلا. شجاعة منك ان لاعب يغمى عليه في الملعب وقلبه يقف عشان تطلع بعد كده تلمح انت ان اللاعب بياخد منشطات. شجاعة فعلا، بس من ورا. تعليق مرتضى منصور. علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإيقاف برنامج أحمد شوبير وانتهاء تعاقده. مرتضى منصور وعبر حسابه على الفيسبوك تحدث قائلا: ألف شكر للدولة وألف شكر للشركة المتحدة، طهرت الإعلام المصري من بلا رجعة يا شوبير، انتهى الدرس يا غبي. معلش عشان في كلمة في النص أنا ما كانش ينفع أقولها، ما كانش ينفع خالص. منافس الزمالك في دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية. تم سحب قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها القادمة. كان الزمالك قد حقق لقب البطولة في النسخة الأخيرة على حساب فريق نهضة بركان، ويسعى في النسخة الجديدة للحفاظ على لقبه عقب تأكد المشاركة فيها بصفته حامل اللقب. سوف يبدأ الزمالك البطولة من دور ال 32 عقب إعلان أنه تفادى المشاركة في دور ال 64. أوقعت القرعة الزمالك في دور ال 32 أمام الفائز من الشرطة الكيني والبني الأثيوبي في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية. قريبا نهاية أزمة أتشيمبونج. مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيستعد لحسم وغلق قضايا أخرى من القضايا التي تخص النادي، حيث عدد كبير من القضايا يحاول المجلس الآن حلها، من ضمنها قضية الغاني أتشيمبونج مهاجم الفريق السابق. اللاعب المتبقي له دفعة أخيرة نهائية بعد أن تم التواصل معه منذ فترة، وتم الاتفاق على جدولة المبلغ المتبقي له على دفعتين، حصل على دفعة ويتبقى الثانية. الزمالك في خلال أقل من أسبوع هيدبر مبلغ أتشيمبونج والمتبقي بين مستحقاته، وهيتم إرسالها عشان يسدل الستار تماما على قضية اللاعب الغاني اللي جه الزمالك وما لعبش ب 2 جنيه. من سبب دخول جمال موتيابا الإسلام؟ كشف الأوغندي جمال موتيابا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المتسبب في دخوله الإسلام، حيث كان الأوغندي ترافيز موتيابا أعلن اعتناقه الإسلام وأطلق على نفسه اسم جمال ليكون اسمه في حياته الجديدة. موتيابا تحدث ان اللاعب محمد اشرف لؤى لاعب خط وسط الفريق هو من اقنعه بالفعل بدخول الدين الاسلامي. والله يا عم اشرف يعني مش عارف اقول لك ايه، هنيئا لك بجد بجد، ربنا يهنيك باللي انت عملته. انت كسبت ثواب ضخم جدا جدا جدا، وتكاد تكون ضمنت لنفسك مكان في الجنة، بجد يا بختك. وفي نهاية فيديو النهاردة بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعة والاستماع، مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم كرة كل يوم مع مؤمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.